النسيج الظهاري العمودي البسيط. تكون خلايا هذا النسيج بشكل أعمدة مستطيلة طويلة، تظهر بشكل مستطيل. زين، وتكون النواة مال الخلايا من ترسمها، حتى تنتبه هنا على الرسم، من ترسمها تكون قريبة إلى القاعدة، الأنوية تكون قريبة إلى قاعدة النسيج. إذا النسيج الظهاري العمودي البسيط يظهر بشكل عواميد، أعمدة طويلة وتكون مستطيلة، والنواة قريبة إلى القاعدة. زين، ما نوع النسيج في بطانة الأمعاء وبعض الغدد؟ الجواب النسيج الظهاري العمودي البسيط، هالشكل تقرأ. ما نوع النسيج في بطانة الأمعاء؟ الجواب نسيج ظهاري عمودي بسيط. إذا يوجد هذا النسيج في بطانة الأمعاء عمودي بسيط، في بطانة الأمعاء عمودي بسيط، في بعض الغدد. وظيفة هذا النسيج هو الحماية والإفراز والامتصاص. الحماية والإفراز والامتصاص. هاي المعدة أخذنا من عندها مقطع، شفنا إنه نوع النسيج مال الأمعاء راح يكون نسيج ظهاري عمودي بسيط. أما النسيج الآخر هو النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب. هذا مهم جدا كوزاري. ليش؟ لأن هذا النسيج العمودي هو صح عمودي، شوف هو همينه خلايا عمودية بشكل أعمدة، لكن هذا هو أصلا يتكون من طبقة واحدة، بس يبين هنا التعليل، يبين بأنه متكون من عدة طبقات، فيسموه مطبق كاذب. ليش يبين إنه هو من عدة طبقات، بس هو بالحقيقة من طبقة واحدة؟ ليش يبين هو مطبق؟ ليش يبين هو متكون من عدة طبقات؟ ليش؟ لأنه الأنوية مالته تقع في أماكن مختلفة، في أماكن مختلفة بمستويات مختلفة، يعني نواة فوق نواة جوا، نواة فوق نواة جوا، فيظهر كأنما هو طبقي، كأنما هو متكون من عدة طبقات. لكن هذا النسيج ماما يكون متكون من طبقة واحدة، بسيط هذا، لكنه مطبق كاذب. ليش مطبق كاذب؟ لأنه يوحي بأنه متكون من عدة طبقات، بسبب تعليل، بسبب وجود الأنوية في مستويات مختلفة. زين، الأهم شيء اللي شلون تقرأ هذا الموضوع، أين يقع في بطانة الرغامي يعني القصبة الهوائية، وفي بطانة القنوات الكبيرة للغدد اللعابية. لاحظ يعني الإفرازية، حتى شكله إفرازي. ليش؟ حسب العملية أو حسب الوظيفة اللي يقوم بيها. إذا موجود هذا النسيج في بطانة الرغامي القصبة الهوائية، وفي بطانة القنوات الكبيرة للغدد اللعابية. وظيفته الحماية والإفراز. الحماية والإفراز، مو مثل العمود البسيط حماية وإفراز وامتصاص. العمود المطبق الكاذب لا، حماية وإفراز، حماية وإفراز. تنتبه عليه هذا الموضوع.